ثورة بايزيد. حسن بايزيد لم يسعفه التزامه الديني لزيارة مناسك الحج بالحضور إلى الملتقى الثامن، والإخوان بطبيعة الحال المساهمين في هذا الملتقى كانوا حاضرين في الملتقى الثامن، لا مندوب التعليم ولا مندوب الشباب والرياضة ولا الإخوان في المديرية الجهوية للثقافة اللي غادي نستدعيهم ممثل ديال هذه اللحظة إلى المنصة، كانوا كذلك حاضرين معنا في الملتقى الثامن وداعميننا بطبيعة الحال بكل الإمكانيات المتاحة. سي حسن بايزيد كان ضيفا مكرما في الملتقى الثامن كما أسلفت، ونعيد تكريمه بطبيعة الحال لأنه لم يحدث في الملتقى الثامن، نعيد تكريمه في الملتقى التاسع. إذن سي بوزاك عنده كلمة، تفضل. يتعلق بالأستاذ حسن بايزيد، وواحد من الرجالات التي عرفتها المدينة، وحين نقول واحد من الرجالات لا نقول واحد من الرجال فقط، وواحد من رجال الظل الذين عملوا وتصدق فيهم الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سي حسن بايزيد تتلمذنا على يديه جميعا، وليس منا من لا يذكر حسن بايزيد، ربما قد لا يعرفنا جميعا ولكننا نعرفه جيدا، ونعرفه رجلا بما تعني الكلمة من معنى، رجلا يؤطر الجميع، رجلا أب للجميع، رجلا إذا حق لي أن أقول بأنه أبو الطفولة والشبيبة في قلميم سوف لن أكون مبالغا. لقد عرفناه في دار الشباب المركب التربوي منذ كنا صغارا في عمر 8 سنوات و7 سنوات، حتى غادرنا في قلميم، ونحن منا من أكمل شهادة دراسته الجامعية، ومنا من اشتغل في إسلاك الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، ولكن الرجل هو كما عرفناه في اليوم الأول، كما يعني نعرفه الآن، ونعتقد بأن هذا النوع وهذه الطينة من الرجال لا يمكن أن تتزحزح عن رسالتها التربوية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والفكرية قيد أنملة. رجاء أطلب من الحضور الكريم عرفانا له بخدماته التي أسداها لنا أن نقف جميعا ونصفق تصفيقا حارا نعترف له من هذه المنصة، ونعترف له في ذاكرة شباب المدينة ذكرا طيبة وروح مواطنة عالية وحبا لهذا الوطن. أفلا يستحق تصفيقا آخر؟ شكرا لكم. شكرا سي محمد على الكلمة. تذكار ديال الملتقى الثامن أكيد ما تسلمش تذكار الملتقى الثامن، اللي غتسلموا تذكار الملتقى الثامن والملتقى التاسع من يدي رئيس جمعية النخيل. حتى تذكار الملتقى التاسع سي أخوي، تذكار الملتقى التاسع. لما نعطيك بورتري بغيت نقول كلمة. غادي تقول كلمات. وخاص العلي البورتري يتسلموا من يدي نائب وزارة التربية الوطنية. هذا البورتري عمر واش نعم. نقول كلمة. عطيني سي عطوي